ربنا برضو كان عايز يديله فرصة، فربنا بعت له ملك يدعوه لعبادته. فضل الملك يروح للنمرود 3 مرات، وكل مرة النمرود مصمم على الكفر. فالملك قال له اجمع جموعك وأنا أجمع جموعي. وفعلا أرسل النمرود لكل جيوشه على وجه الأرض، وجم كلهم وقت طلوع الشمس، وكان عدد الجنود مرعب بدرجة لا يتخيلها أحد. وفجأة النمرود لقى إن في شيء غطى على قرص الشمس. بص النمرود للسماء فلقى جيوش كبيرة جدا من البعوض بتطير وبتتجه نحوهم، فأكلت لحوم الجنود ودمائهم وما سابتش غير العظام. ودخلت واحدة منهم في أنف النمرود وفضلت 400 سنة. كل اللي حواليه كانوا بيضربوه على راسه بالمرازب اللي احنا بنسمي الواحدة منها مرزبة. كل ده علشان بس يهدى، وفضل على الحال ده حتى هلك.